انا بقيت مسؤول عن حياة كائن اخر وانسان اخر. ده مش بس خبر، ده تحول وجودي وجذري في نوعية المسؤوليات اللي بتقع على كاهل الاب، وده تحول مستمر مش مؤقت. في دراسة اتعملت سنة 1993 قالت إن معظم الآباء بيمروا في اليوم ده بمرحلة تسمى الامبيفالنس أو ازدواجية المشاعر ما بين السعادة والرهبة. فمثلا في أب بيقول كنت طاير من الفرحة، لكن في نفس الليلة ما عرفتش أنام من الرعب، أنا خلاص كبرت خلاص كده. ويمكن أنت دلوقتي نفسك بتفكر عن أول إحساس جالك أول ما شفت الخبر أو بتتخيله. أنا عن نفسي عمري ما هنسى اليوم ده. رحت أجيب تحليل الحمل وبصيت فيه وأنا طبيب وما كنتش فاهم الأرقام، يعني حتى كلمة بوزيتيف دي بالنسبة لي، كلمت حد من أصحابي عشان يقرأ لي التحليل ويقول لي يعني هي كده فعلا حامل، وكنت بقراه لمراتي وبقول لها مبروك أنت حامل وأنا مش متأكد هي فعلا كده حامل. فضلت شوية بفكر ليه؟ طب أنا استاهل؟ طب أنا هقدر؟ طب هو أنا مطلوب مني إيه دلوقتي؟ وانا فاكر حتى وانا بقول لمراتي عن الحمل وبحاول اطمنها كنت قلقان جدا، وساعتها قالت لي هو انت متاكد من النتيجه؟ ولاول مره اعترف لا انا مش متاكد، انا كلمت من حد من اصحابي هو اللي قال لي.